قال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيعون قضاءها. الناس الغلابة اللي بيستخدموا في الوظائف الصعبة اللي الإنسان بيكرهها، فيقول الله عز وجل لمن شاء من الملائكة: ائتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: نعم، إنهم كانوا عبادا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع قضاءها. فتأتيهم الملائكة فيدخلون عليهم جنتهم من كل باب، فيقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم إن كنت محسنا فاقبلني، وإن كنت مسيئا فارحمني، وفرج عني كل ضيق، ولا تحملني بلطفك ما لا أطيق، ولا تجعل لك في قلبي ندا، ولا تجعلني لغيرك عبدا، وبصر قلبي بما يوصلني إليك، وأرني من دلائل قدرتك ما يعرفني عليك. انقل الكلام السلبي اللي بيتقال منك لغيرك، لأن اللي عايز يكسب قلبك يخدمك، مش ينقل لك كلام سلبي يزعلك من الناس. وهنا كانت وصية ربنا واضحة: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. مناع للمحبة بين الخلق، وده اعتداء وإثم. أما الوصية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت في صورة تحذير من مفسدين العلاقات بسبب النميمة. وقبل ما أقول لك التحذير، أنا بعناية شفت إخوات بيتفرقوا بسبب إن في أخ منهم بيتبرع بالتحذير من كلام قالوا أخ على أخ عشان يكسب ود الجميع، يعني مع شوية تحابيش من الاستغراب والتعجب: إزاي يقول عليك كده؟ والتحابيش دي بتغر الصدور وتفسد تاريخ المحبة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العضة؟ العضة يعني الخطأ الفاحش. قيل: ماذا يا رسول الله؟ قال: النميمة القالة بين الناس. عمال أقول بين الناس وانقل الكلام السلبي.